انا عم الحاج قالت لي يا عم الحاج، شنو اللي مش عملوا لي يا عمك الحاج؟ يا بنتي يلزمك تحط حاجه في مخك، الدنيا هذه صعبه ما ينفع حد شيء. يا اخي قل لي شخصيتك تمشي له ودبر الخدمه يرجع غونس مليح. ما تيأسش والمهم حط ربي في بالك، ايش فيك هكايا؟ قلت انا ايس؟ بالعكس انا نفشل في حاجه نتعدى الغيره وانت ماشي باغيشي. باهي حكيت نحبك، على الاقل حط ربي في بالك، بالك شي يفتحها عليك. يا عم لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو بابا فتحش ربي؟ مازال ولدي ربي سهل. انا مازال ما فما شيء. شنو تو ما يزينيش امك باش كمل عليا. شنو هو مش بيهم مش بيه؟ يا بنتي اسكت على الروح، خلينا نتكلم انا وطفل بايشي تو. حلوه هذه. شنو اللي تحب انت؟ حاجة بشوية كتب للقراية. يا عم لاله ولدي ربي ينوب. تعرف كيفاش؟ قوم معي نشوف عمل الحاج كيما قالت امك، خلينا نسمعوا كلامه وبعد يعمل ربي يدري. هاي قوم. تفضل عليكم. لا سلامتكم. على سلامتك يا عم رشيد. شنو احوالك؟ تفضل سعيد. تفضل احسن تفضل. بسم الله. تفضل. شنو احوال صحتك؟ الحمد لله. لاباس عليك ما؟ ان شاء الله خير. شو الخطوة السعيدة؟ الله يسعد ايامك. والله ايش نقول لك يا عم رشيد؟ سقية حفات وتهذات ونفركز على خدمة ما لقيتش، ونقول لك الحق قريب نيأس. عايش ولدي، رد بالك واليأس. أكبر عدو في الحياة هو اليأس. حرت يا عم رشيد، حرت وحارد ليلي، هذاك علاش قلت لك قريب نأيس. حول ولا قوة إلا بالله. قل لي ولدي. نعم. شنو هي إمكانياتك؟ هذيك هي المصيبة. المستوى الثقافي على قده كما يقولوا، والصناعي على غالب. ما نحفظ حتى صنع. تعرفش اللي عصرنا هذا عصر المعرفة والعلم والشايد والصنايع زاد. هذيك المشكلة، هذاك انا حرت وحارد لي، ايش باش نعمل؟ ايش تحبني نعمل؟ ايه؟ قريب نأيس. لا ما عادش تعود كلمة اليأس. خليك متسلح بالأمل. ان شاء الله ماذا بيه. ما فهمتش علاش يا بابا تقولوا تعاود في اليأس. هذه كلمة ما حقاش موجودة. صحيت يا وسيم صحيت. تو تصور لا قدر الله إذا كان ما نتعداش عام في قرايتي نيئسة، بالعكس لازمني نعاود بأكثر اجتهاد وطموح باش ننجح. صحيح كلامك يا وليدي. سمعت ما سي سالم؟ قاعد نسمع. نعم. هذه فكرتني في حكاية قديمة ضد اليأس. خير ان شاء الله. شنو هي الحكاية؟ حكاية لنا على شيء. يا سيدي. في بلاد من البلدان ثم أمير قاسي وجديد عنده قصر في وسط المدينة بين مختلف البنايات، ومن الصدف جاء شباك بيت نومه مقابل حانوت صايغي، وكانك الصايغي كل صباح يقوم بكري يحل حانوته ويقعد يدعي الرب بصوت عالي. يا فتاح يا كريم يا رزاق يا رحيم، قدرتك يا رب كبيرة وعلى كل شيء قديرة. إذا ضاع شيء في البحر لازم يرجع للبر. يا كريم يا رزاق يا رحيم يا رب. وبعد ما يفتح محله يقعد يخدم على روحه، وما هوش عارف اللي صوته يحير أحلام الأمير وفيقه مفجوع، وهذا قلق الأمير وما عادش يتحمل. يا فتاح يا كريم يا رزاق يا رحيم، قدرتك يا رب. تو هكا يا فايزة هكا عجبك؟ اش بيك؟ اش ثم؟ انت ما تقوليش شكون هو اللي كل صباح يرعبني ويقلقني في نومي؟ ما فما شكون يقلقك، انت تستخيلوا بر. شنو؟ انا نستخيل؟ وهاللي صايح ويعنهق كل صباح ويبدا يدعي. يا اخي اللي يدعي ما نجمش يدعي في قلبه، لازم يقيم رقود الجبانه. تي عندك الحق تبدا انت راقده تشخر وما يفيقك شيء. الساغي اللي حانوته مقابل القصر تلقاه كل صباح وين يحل حانوته تلقاه يدعي الرب. شكون؟
سي جلول سي جلول، وشكون هذا سي جلول؟ هذاك الساغي اللي حانوته مقابل القصر. تي حانوت قبل مقابل القصر ولا قبل القصر؟ علاش يحل حانوته كل صباح قبل طلوع الشمس؟ تقول لي وشنو هو الكلام اللي ضحك اللي يقول فيه اللي يذيع في البحر تلقاه في البر؟ تو ثم واحد يصدق الكلام هذا؟ الله اعلم. انت ارقد على روحك وخلي الناس تخدم على روحها. ماني شاقد، وهالمسألة لازم نلقى لها حل. يا حارس يا حارس، جنوني تو حالا تمشي للأمين الخزنة وتقول له يجيني لهنا، وقبل ما يجيني يتعدى للخزنة ويجيب لي الخاتم متاعي الثمين. تحرك تبرم. اللي يذيع في البر تلقاه في البحر. وخرج الحارس يجري على هاك الفجر ودق الباب على أمين الخزنة اللي قام مرعوب وخرج يرعش من الخوف. وعندما شاف قدامه الحارس الخاص متاع الأمير زاد ترعب لأنه خاف ليكون حصل مكروه. يا ربي سمعنا الخير، يا ربي سمعنا الخير، ربي يستر. ايش فما مولا باس؟ الله أعلم. الله أعلم. جايني فيها ظلام باش تقول لي الله أعلم، على خاطر أنا بيدي ماني فاهم حتى شيء. مال الوهجيت الأمير طالبك بسرعة. طالبني بسرعة؟ صار أنا على حسب ما ريت يظهر لي فيه متغشش ياسر. متغشش ياسر؟ نعم. يا ربي تستر، يا ربي تستر. شو قاعدة؟ قال لي نادي على الخزان قل له يتعدى الخزنة يجيب لي خاتم اللي فيه الياقوتة الكبيرة. اسمع وانتي ما في بالك بعد شيء؟ لا سامحني، هذه مسائل ما نفهمهاش. تفهمهاش؟ وانتي عمرك فهمت حاجة؟ اخرج عليها. وفي الحين لبس أمين الخزنة حوايجه ومشى مع الحارس للقصر. وقبل لي يمشي الأمير تعدى على الخزنة، خرجك الخاتم ودخل قابل الأمير. وبعد مدة طويلة خرجوا الاثنين وشبوا الحانوت الصايغ. السلام عليكم. سيد الأمير، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. لا ما تخافش ما تخافش، ما ثم كان الخير. سيدنا الأمير حاجته بحاجة عندك. وعلاش تعافيه؟ ما حقوش تحب سيدي بإشارة منه برك نكون عنده في رمشة عين. لا، حبيت نزورك أنا بنفسي في حانوتك في مكان شغلك. يا سيدي هذا شرف كبير ليا، والحانوتي زادة يا سيدي. نزلت أهلا كيف وحللت أهلا وحللت أهلا ونزلت سهلا. نحب نكلفك بمهمة قم بها على أحسن وجه، لأنها مهمة دقيقة ورقيقة ياسر. حاضر سيدي حاضر، أوامركم يا سيدي تطبق لي إن شاء الله ربي يوفقني. قول برك يا سيدي. شفت هالخاتم؟ هذا خاتم يسوى ثروة كبيرة يا سيدي. زيد ثبت في الياقوتة اللي في وسطه. ياقوتة ما عندهاش ثمن هذه يا سيدي، هذه تسوى ثروة كبيرة. وعلى هذاك أنا جبته بنفسي، لأني نخاف عليه من التلف ومن الضياع. عندك الحق. وهذاك علاش جاك سيدنا؟ ما فهمتكش. نحبك تصنع لي خاتم كيف هذا بالضبط، أما تحط فيه ياقوتة مزيفة باش نلبسه كل يوم، والخاتم الأصلاني نلبسه في المناسبات المهمة. يا سيدي أنا تحت أمرك، وإن شاء الله ربي يوفقني باش نلبي لك اللي تحب سيدي. أما ما نوصيكش رد بالك عليه من الضياع ولا من التلف، لأنه كما تعرف خاتم عزيز عليا ياسر. يا سيدي تهنى نستحفظ عليه أكثر من عينية وشوية. خاتمك يا سيدي باش يكون في أمان ويرجع لك سالم بحول الله. ها باش نحطه في الخزانة هذه اللي بيحلها حتى كان أنا وما يعرف سرها كان أنا. تهنى يا سيدي، تهنى عليك، تهنى.
ما نعرفش نشرب بروحي عطشان. اعطيني كاس ماء. عطشان؟ هيدار يا وليدي، هاتو نجيبك كاس واواني الكل تاع الدار. يا امين الخزنه قل له يسرب روحه، قل له يسرب روحه. حاضر سيدي حاضر. وخرج امين الخزنه لقدام المحل يترقب في رجوع السائغ، وقعد الامير في وسط الحانوت. وبعد لحظات رجع الصايغي معاه كاس ماء، خداه الامير، عمل منه مزه صغيره ورده له. مش فاهم سيدي. بارك الله فيك. قل لي قداش يلزمك وقت باش تحضر لي هالخاتم؟ وقت 4-5 أيام. لا 3 أيام برك. وفي اليوم الرابع نحب نجي نلقى الخاتم المزيف حاضر والخاتم الأصلي متاعي. أما رد بالك لا يضيع منك، وإلا تعرف شنو عقابك عاد. ربي يوفقني يا سيدي، ربي يوفقني يا سيدي. تهنى يا سيدي، أوامرك مطاعة ونحضره في الوقت اللي قلت عليه. لكن سيدنا ما قلتلوش ايش باش يكون أجره إذا كانت تكون الخدمة متقونة ومطابقة للأصل. صحيح. جزيك جزاء كبير، وإن شاء الله تكون فرحان بيه. يعيشك يا سيدي، يعيشك يا سيدي. تهنى يا سيدي على خاتمك. تهنى يا سيدي. وودع الامير وامين الخزنه الصايغي ورجعوا للقصر. وعندما روح الصايغي لداره باش يفطر، شافته مرته على غير عادته، فرحان ياسر. ها ظهر فيك اليوم زاهي يا سي جلو. الحمد لله يلا. علاش ما نزهاش؟ بعد اللي ربنا بعدينا بثروه، ثروه عظيمه يلا، هبطت علينا من غير ما نعلموا. يا نايب شنو هي حكايه الثروه هذه؟ خدمه يلا، خدمه وان شاء الله ربي يعاوني باش نتقنها، باش تكون بدايه خير وبركه. شنو هي عايشك الخدمه؟ خدمه سهله، الخدمه هذه صنع خاتم واحد مقلد. خاتم واحد باش يجيب لك الثروه اللي تحكي عليها الكل؟ اي نعم يا خاتم واحد باش يجيب الثروه اللي نقول عليها كل. وهالدار هذه لازم نخرج منها ونبدلها بدار اخرى ما اوسع وما اكبر. اي نعم يلا. انت يا حليمتي باش تولي نهار وطول ودي تطلب وتشرط وتعوم وتورق في الباس وفي الصياغه، وحتى ودنا تهنى كل ما يطلب يلقى، كل ما يطلب يلقى. هاي وشكون هو صاحب الفضل هذا؟ صاحب الفضل العظيم يالا هو امير البلاد. اي نعم، هو اللي جاب لي الخاتم نتاعو الاصلي وقال لي اطلع لي واحد كيفه مقلد. لكن الحاجه اللي ما عجبتنيش، هددني بالموت اذا كان نضيعه. هذه الامير بنفسه؟ اي نعم. وينه الخاتم؟ شنو وين؟ حطيته في الحانوت. في الحانوت؟ نعم. يبقى هدك بالموت اذا كان يضيع الخاتم وتخليه في الحانوت وتروح. حطيته في صندوق وسكرت عليه الخزنه الحديد اللي تعرفها. شكون باش يوصله؟ حتى حد. غلط يا سي جلول، غلط. كيفاش؟ ما يلزمكش تترك المحل ليل نهار حتى تكمل خدمتك الخاتم. اسمعني، في ساعة قوم امشي الحانوت توا، كان على عشاك وفطورك جيبهولك انا. ها؟ توا هكا ظهر لك؟ ثروة يا سي جلول، ضيع بين يدينا. باهي يلا، رايك والبركه يلا. عايشك. وتخلي الهلواس في مخ جلول وخاف على الخاتم. من حينه ما كانش من العاكسين، مشى يجري للحانوت حل، واول شيء عمله حل خزانه وجبدك الصندوق الصغير باش يزيد يتهنى على وجود الخاتم. واذا بالمفاجاه الكبيره نزلت عليه، لعبت عليه الدوخه
وقريب لطح على طوله، على خاطر لقى صندوق فارغ وقعد مكنه العجب والبهتة. كيفاش؟ وين مشى الخاطر؟ اللي حطوا بيده في الصندوق وقفل عليه الخزانة، ولوج، بدا يلوج من بقعة لبقعة، حل الصنادق الكل، فتش ولا ريحته. هو هكاكا غارق فك التفتيش، واذا مرته دخلت جابت له فطوره. سي جلول ولا بيس وجهك اصفر وانتي ترعش. ايش صار؟ ايش صار؟ ايش باش نقول لك؟ ايش باش نقول لك؟ الخاتم خاتم الامير؟ ايه لا، خاتم الامير. ايش بيه؟ ما لقيتوش، ضاع لي. ما لقيتوش؟ مش قلت لك خبيته في الخزنه؟ هذا متحقق منه، هذا متحقق منه 1000%. لا حول ولا قوه الا بالله. اقعد. ما نعرفش وين مشى. هذا اللي خلاني مستغرب. ما نعرفش وين مشى. ليه؟ وسع بالك، وسع بالك، لازم نلقاوه، لازم نلقاوه. وانت تعرف العاقبة. وانت تعرف العاقبة. انا ايش باش نلقاوه؟ وانت تعرف العاقبة. زايد لوجت في كل بقعة، لوجت ما فماش ريحته بالكل. لازم نلقاوه، وسع بالك يا سجل، لازم نلقاوه بحول الله، بإذن الله لازم نلقاوه. في الوقت اللي كان جلول ومرته يبحثوا على الخاتم، كان الأمير ركب على فلوكة ومعاه أمين الخزنة وشاقين للبحر قاصدين الغريق. وعندما مشاو مسافة اتلفت الأمير لأمين الخزنة. قل لي، تعرف شنو هذا؟ عجب. عجب. توا هذا اسمه عجب. لا مش هذا قصدي سيدنا، ما حبيت نقول مش هذا الخاتم تاعك اللي سلمته للصاغي؟ هو نفسه. وفينه العجب؟ لاني ريته بعيني كي خذاه من عندك وحطه في الخزنه. صحيح، وهذا اللي وقع. لكن كيفاش رجع لك؟ ما هذكاك يا راجل، تخدم مخك معايا شويه. كيفاش؟ يا اخي نسيت وقت اللي انا قلت انا عطشان وبعثت الساغي يجيب لي في كاس ماء. صحيح. وش قلت لك انت؟ مش قلت لك برا اخلط عليه باش يزرب روحه شويه؟ صحيح زاده. اي صحيح. تو تفكرت يا سيدي، تو تفكرت. وقتها بلا مرة قعدت انت وحدك في المحل والخزنه محلوله. صحيت. هيك بديت تفهم. هي لكن سيدنا لوين خذيتوا الخاتم؟ لوين خذيته؟ كان كل صباح يقلقني ويرعبني ويقيمني ملعوط من نومي، وهو يصيح ويعيط. اللي يذيع في البحر تلقاه في البر. اي يصيح ويعيط. اللي يذيع في البر وفي البحر ولا شنو تلقاه في البر. قلت بيني وبين عقلي، علاش ما نمتحنوش ونشوف صحة كلامه؟ لكن ما نظن سيدنا باش يلوح الخاتم في البحر. لا فعلا، وهذا هو اللي باش نعمله بالضبط. لكن تصور سيدنا يغامر هالمغامرة هذه. وعطيته في يده 3 أيام، إذا ما يرجعليش الخاتم نقضي عليه وعلى صوته الموحش. لكن يا سيدنا خسارة كبيرة كيف يضيع خاتم ثمين بالصفة هذه. خمم مليح باش ما يضيعش الخاتم من غير حتى رجعة. لا، فكرت وقررت ولا رجوع في قراري، وهاك باش تشوف بعينك. وكان جلول هو ومرته عاودوا عدة مرات يلوجوا في الحانوت، لكن من غير نتيجة. وحس جلول باليأس وتحقق من ضياع الخاتم، وبدأت مرته تخفف عليه وتطلب منه باش يتعلق بالأمل وما يأسش من رحمة ربي. من غدوة فاق الأمير في راحته
لأنه ما سمعش شيء يقلقه كما قبل. وعندما قام بعث نادى على أمين الخزنة. يا أمين الخزنة، أمين الخزنة، يا أمين الخزنة. نعم سيدي. حاضر سيدي. شفت العملية متاعي كيفاش نجحت؟ أما عملية ما أخذت الخاتم من الخزنة. إيه، وشنو هالنجاح؟ ارتحت منه ومن صوته الموحش اللي كان يرعبني كل فجر. راهو غاطس في الهموم والمصايب من اللي ضيع الخاتم. وقريب نرتاح منه مرة واحدة. والله مسكين يا سيدنا، راجل إنسان طيب وما يستحقش هالقسوة الكل. اسمعني، أوامر الأمير لازم تنتم مهما كان الثمن. وتفاجأ الأمير فجر اليوم الرابع نهار الموعد بشيء خلاه باهت ومتعجب، لأنه سمع صوت الصايغي يدعي بنفس الكلام اللي مسانس يدعي بيه كل فجر. وشعلت في قلبه النار، وعيط على الحارس باش يبعثوا لأمير الخزنة. وما تعداش وقت طويل حتى كان الأمير وأمين الخزنة والحارس داخلين الحانوت الصايغي. وكان يتصور الأمير باش يلقى الصايغي مهموم يترمى قدامه يطلب منه الرحمة والعفو، وإذا بيه يلقاه زاهي فرحان، وهذا ما زاد غش الأمير. يا سيدي مرحبا يا سيدي الأمير، تنور بيك المحل يا سيدي. ماش فايدة في المماطلة. فينو الخاتم؟ الخاتم مش باين سيدي، أهون. فيسا أعطيني الخاتم. يا سيدي الصبر راهو باهي. عجب. وشنو العجب في هذا؟ يعني وصلت تمم الخاتم اللي كلفتك بيه؟ يظل فيكم مزروا بي شويه سيدي الامير. انا ماذا بيا لو كان زيدوا تقعدوا بحذايا شويه تنوروا لي محل اكثر احنا مرتاحين هكا. من فضلك جاوب الامير على سؤاله. انا قررت مش بنجاوب سيد الامير على سؤاله وحتى قوم بواجب الضيافه نحو ساعه. يكفي. انت في بالك بعد الخزعبلات هذه متاعك باش تربح الوقت. انا اكد لك ماني باش نسمح لك بحتى لحظه تاخير. لكن تسمحني نسألك سؤال، السياف هذا علاش سل سيفه؟ هذاك ينتظر في الإذن مني باش يقطع لك راسك إذا ما سلمتنيش الخاتم. فما واحد ما يحترمش أوامر سيد الأمير؟ اسمعني مليح، وما فماش فايدة في المماطلة. فينو الخاتم؟ يا الخاتم ماهوش بعيد. أهون فيسا أعطيني الخاتم. يا سيدي الصبر راهو باهي. ما عادش نجم نصبر. يا سيدي ما قلتليش شنو الخاتم، تحب الحقيقي ولا المقلد؟ اوه الاصلي والمزيف الاثنين وفي العين. هدي نفسك سيدنا، ما فيش فايده في الغش. ماكش قاعد تسمع فيه كيفاش قاعد يحرق لي في اعصابي بالدم البرد نتاعو. يا سيدي والله ما قصدت اثارتك. اسمعني مليح، يا اما تعطيني الخاتم يا اما السياف. يا سيدي الخاتم حاضر يا سيدي. اهو سيدي هذا مقلد يا سيدي. شيء باهت كأنه الخاتم الحقيقي. فعلا شيء باهت. تقول عليه خاتمي الاصلي. شنو رايك سيدي؟ انا متعجب كيفاش وصلت تتصور الخاتم بهالدقه هذه. وعلاش تتعجب يا سيدي؟ لا تتصور ولا تتعجب، انت اعطيتني خاتمك الاصلي خليته عندي وعملت لك عليه هذاك. ايه فعلا نسيت من بالي. وفينو خاتمي الاصلي؟ موجود يا سيدي موجود. هات نشوف. سيدي تحبش البنات ساعه؟
اش معناها هالكلام؟ شكون خلق لي انا عطشان؟ قلت مادام جبت كويس ماء تشوف انت كالعاده في الخزانه ما تلقاش الخاتم في وسطها، خاطر الخاتم ماهوش في الخزانه المره هذه يا سيدي. اما انت راجل داهيه، اعطيني الخاتم. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. هذا سيدي الخاتم الاصلي. شنو رايك يا سيدي؟ مستحيل، شيء ما تصدقش. ثبت معي، مش هذا خاتمي الاصلي؟ اي نعم سيدنا، هو بالضبط. شفت يا سيدي، صدقت يا سيدي توا القولة اللي تقول اذا ضاع شيء في البحر ولا بد قدرة ربي يرجع للبر. شيء عجيب، فعلا شيء عجيب. لكن قل لي، شو وقع؟ كيفاش عملت؟ كيف أيز جلول الصايغي من وجود الخاتم، روح لداره وحبس نفسه فيها مدة نهارين، لا عاد يخرج منها بالكل. عمل ربي في بالك. أنا ممن بربي من هاك العام يبتي، الإيمان بالله. سلم أمرك لربي، اللي يتكل عليه ما يخيبوش. اللي يعمل ربي مليح، هذاك هو. ما ثم كان الخير إن شاء الله. أيوه والوقتاش أنت بلاش ماكلة لتو؟ ما عيني في شيء يا مرة، ما عندي شاهي بكل. فاهمة عينك في حد شيء وأنت نهارين بلاش ماكلة. حوت أول حي حوت يا حوت تعال قديه الحوتة عايشة؟ قد كان الحوتة الكبيرة هذه دينارين. لا دينارين برشا، دينار يا حبيبي. بالله هز ما حشمكش هو على خاطر. عايش تفضل، يعيشك يا سيدي، بارك الله سلام. فيك. عايشك. من قلت لك ما عينيش بالكل. ما نحبش ناكل يلا، ما نحبش ناكل. اش مازالي في عمري، اش مازالي نهار واحد. استغفر الله يا رجل، استغفر الله. غدوة يحلها ربي. خذات حليمة الحوتة وبدأت تنظف فيها، وإذا بها تلقى في كرشها حوتة أخرى صغيرة. طلعتها وبدأت تنظف فيها هي زادة، وإذا بها تلقى في كرشها حاجة كي الخوصة هكا مسخة. حطتها بجنبها وقعدت تنظف. في هاك الوقت دخل ولدها سالم. بابا نسيت تخمم على الخاتم. بالله خليني يا وليدي، خليني عايش، خليني لاهي في همي. اخت ابوك يا سالم، خليه لاهي في همه. انا جعت، قريب يطيب الفطور. قريب تجيب الحوتة. هاك شريتو كعبتين حوت. ليه؟ مش كعبتين، كعبة واحدة، لكن لقيت واحدة الأخرى لقيت في وسطها حلقة. ترى شو؟ أعطيها لي نغسلها لعلها تصلح الحاجة. هاي خذ ولتيحي. أمي هذه ماهيش حلقة، هذا خاتم كيف اللي في حانوت بابا، ظهر فيه 8 ياسر. بالحق خاتم يا سي جلو. شوف يا سبحان الله، يا سبحان الله، هو بيده خاتم الأمير، خاتم الأمير. زغرت يا حليمة، القينا الخاتم، القينا الخاتم زغرت. هو بيده، زيد زغرت يا حليمة. لكن ايش مجيبه في البحر؟ وش موصلوا كلش الحوتة؟ يا سبحان الله، هذا سر من عند ربي. الحمد لله على هالساعة يا سي جلول، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. شوف يا حليمة، الليلة نمشي الحانوت وما يطلع صباح إلا من كمل الخاتم الآخر المقلد، وما يجي الأمير إلا ما يلقى الأصلي متاعه والمقلد الاثنين مع بعضهم. بعد ما قمت على الصباح بكري وكملت الخاتم متاعي، حليت الحانوت وخرجت وقفت قدام الباب وهزيت يدي ربي وبديت ندعي ونطلب في ربي حتى تقوم انت. يا سبحان الله،
يا سبحان الله. أما أنت راجل صالح، وسامحني في الشيء اللي عملته معك. اسمح يا سيدي اسمح، وانا نطلب منك زاد يا سيدي. يظهر لي توا سلان الصيف ما عادش عنده محل. شكرا يا سيدي. ما عادش عنده موجب. ما عادش عنده. وفي عوض الصيف سيدنا المكافأة. نعم، في عوض الصيف باش نكفيك مكافأة كبيرة، يعيش. وانت في الحقيقة جدير بها. يعيشك سيدي، بارك الله فيك يا سيدي أمين. يعيشك. بالمجد يا عم الحاج، اليأس انهزم قدام الأمل. يا وليدي، ما دام الإنسان عنده رفق في الحياة يلزم الأمل والطموح يكونوا معيشته في الدنيا، ما كانش يموت بالحياة. صحيح يا عم رشيد، والله بالحكايه هذه حييت هكا في نفسي الامل وبحثه من جديد. على كل حال من ناحيتي أنا نعمل جهدي باش نعاونك وربي يجيبنا في الصواب. بارك الله فيك وربي يطول في عمرك ان شاء الله. عايشك. قل لي، نعم، تستحقش توا حويجة تستعان بها حتى ربي يجيبنا في الصواب؟ لا يا عم رشيد، الساعة هذه الحمد لله، الله يكثر خيرك. لا يا رجل شد، خذها نصيب. لا ولا مسار يا عم رشيد. خذها نصيب استعان به حتى ربي يعمل لي. بارك الله فيك. صاحب التاج يحتاج. ربي يكثرها عليك يا عم رشيد. وربي يكون في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وإلى اللقاء إن شاء الله في حكاية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.